الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ما تحققنا إلى عوانك أقسام الحديث من حيث القبول والرد. قيبة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لو قيب بمركز غفيريو حق أخبرتانك حديثك الأخبار حق ردينته. ينقسم الحديث حديثك ينقسم من حديث القبول والرد إلى قسمين وحقوق يسمى الله قيبات. هنا وعشر تزدحاد مبتها وحديثك ينقسم من حيث القبول والحقوق يسمى دور قيبات. الأول هواي حديث مقبول وحديث لا أقبله. حديثك مقبول كلبا لو سي قيبيا وهو إساق حديثك مقبول كقسمان لبا قيبات واي حديث صحيح وحديث حسن. والثاني حديثك لبعض وحديث مرتود مدر اسكعلنا ومعناه الأخبارين هو قسمان إساق لبا قيبات واي حديث ضعيف حديث موضوع. انظر مركا إليك تفصيل في هذا الأقسام مركا وإليك حقا وحاء تفسير إن لفافايو هذه الأقسام قيبان. أولا حديث كوات الحديث المقبول قسمان لبا قيبه الصحيح اللغة وحلولة ضد السقيم معناها جراء مقابل كذا مكسور جيد كذا. اصطلاح حديث صحيح حلوقها ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معل ولا شاد. ما رواه وحي وريين عدل كروات ورواد عادلين تام الضبط حفظ وتامي ودميسرين هاي بسند متصل سند حريرين وكوريين غير معل ولا شاد. حديث كان عن علة إيشاد لهين. شرح التعريف يشتمل هذا التعريف على 5 شروط إليك ببيانها. حديث كالتعريف تيسا أم إصطلاح وحوق نصدي 5 شروطات ولا كربو إصطلاح حديث ملليه أما حديث الصحيح مكلليه إلا جهله كو أن يرويه عدل وإن وريان دد عادلين والعدل من الرواة من تثبت عدالته وعادلين تمع عدالة لماذا الرواة ددك وحورينايو حاجة سقناشا عادل لماذا وهو عدالة على شيء المسلم قفك وحورينا مسلم منه يهي البالغ قانقارة العاقل وحفهمي السالم كان بدقلي من أسباب الفسق أسبابها كين فسقية وما يخل بالمروء وح داوعي مركي قفك شرفتني مدي شرفتيس وح داوعي قفك إنه يهي متبرئة هذه أنت متكمل وكجرة حديث كاس تذكوري وكجر متكمل وكجرة حديث كاس مركي صحيح ما نقرأه أي يتصف إنه وصوص فيسو برواية بتمام الضبط رواية لسكوا فقي أما تام كونه قد حفظيسي والضبطنا الحفظ حفظوي ويكون في صدر وحنقو كرا حبط وقف كينو حفظين هاي بأوكاله باستحضار همتي قف كينو أمجيسي وصو حاضر واحد إنه حفظي بس كورك يقان. وفي الكتاب بسيانته منذ سماع إلى حين أدم ملكو مغلب إلى هدبه سيدك طبعا داود وقرية أما قفكي أما محلها وسكل ويقان. جاء اتصال سنة كانوا يهمتح متوصل أو معنا حريرة وذلك بأن يكون كل راو قد أخذ عمن قبله بدريق قفك وذلك أرك أو اتصال سنة دي بأن يكون كل وين وهذا كل راو كستا قد أخذ من سوقاته عمن قبله عسكري وكسوقاته بدريق ودو من طرق التحمل صحيحته وضد أصومر معناها عقلي وقلاني إن إسوريين أو ضدك كلمين ألا يكون معلا إنه علم والمعل ما في علة تروح إلا اللوي والعلة بسبب غامن وسبب قرصون خفي قادح من الحديث كودن مع أن ظاهرة السلامة من إنه سلامك يهوي. ألا يكون شاهدا والشاهد هو ما رواه المقبول مخالفا وخلافا من هو أرجح منه روح يسوي كأرجحسن أو معناها الرواية كأرجحسن قول مرجوح يقول أرجح مقل إسامرك في الاتفاق في الإتقان حق سقناشا أو زيادة في العدد أم حق بدناشا حق تردا. وقولنا ما رواه المقبول شامل للرواية ثقة والعدد الذي تم ضده ومد وتامي هاي حق حفظ جيسة كما يستمل سيدا وكل منايو كما سيدي يشمل وكلنا الراوي الصدوق الرلوغا هو العدد متك ويريهاي المحل هذا كحاير مركا حفظ سيسير. مثال الصحيح معكم ده ما أخرج وحو صورين البخاري في صحيح البخاري
حدثنا سليمان بن حرب عن شعب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا وحنوشيكي سليمان بن حرب عن شعبة كوري عن قتادة شعبان قتادة كوري قتادة عن أنس كوري رضي الله عنه الله كلا لنقضي عن النبي نبي كوري صلى الله عليه وسلم قال حولاي 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان 3 سدح من كنا روحي هذا فيه 3 ذي وجد وهليا حلاوة الإيمان إيمانك معك سوهليا من كان روحي من كان أن يكون أنا من كان الله ورسوله أحب إلي مما سواهما يعني إلهي رسولك حقي سلو جعل وحي كسوار مويه oo ilaahay iyo rasuulkiisa jecel yahay way wixii ka soo raxbo maarka way ومن أحب عبدا ومن أحب روح جاد عبدا أدون لا يحب أن جعلان إلا لله إلهي درتي أن جعلان ما هنا ومن يكره وأن يكره أن يعود إنه كله في الكفر قالمه بعد أن غده سيدو كذب لا كسوكري كما يكره سيدو كهانوي أن يلقى إن لكتور في النار. فهذا الحديث حديث كان صحيح لتوفر إنه أفسدي شروط الصحة فيه شروط الصحتان كاها فالإسناد متصل والرواة كلهم عدول تام الضبط وسليم من الشذوذ والعلة قصدي جرمو. فهذا الحديث حديث كان صحيح واي لتوفر شروط الصحة شروط الصحتان كوقا أفسدي فالإسناد سند كي متصل من حرير واي والرواة الراوياشنا كلهم عدول تام الضبط xifdigooda uu taami ahay wa saliimun waa ka nabadgelay min ashuduudi waalcilla. alxasanu luqatan alqabiixu wuxuu did ku yahay didulqabiixi qabiix waxunu ku soo horjeedaa wey. isilaaxana maa rawaahu waxay wariyeen wey maa rawaahu cadlun khifdu dimihi cadlun riwaayadan caadilina arweeyeen khifdu dibdin waxaa yar xifdigoodii بسند متصل سند كنا واتام غير معل ولا شاد. هل الرئيس بدشيقو دبدي تام كها كانوا حواي حس صحيح مش دبدي تام كها حسن كوا دبدي خفية. الفرق بينه وبين صحيح الفرق فرق أدحي بينه وبين الحسن وبين صحيح. لو نظرنا إلى فيرنو على تعريف كل منهما متك صحيحتان كسان فيرون لم نجد هناك مهلينو فرقا كبيرا فرق وين مهلينه بل لكن نجد بينهما وحن كان اتفاقا في 4 شروط إن اسكوا وافقين أفر شردكو اتصال الرواة سند إنه تامي هوي عدالة الراوي إنه جاي مد عادلة السلامة من الشذوذ إنه كنا بدقلي والسلامة من العلة علن وكنا بدقلي ويختلفان في أمر واحد الأمر خلافين وهو ضد حقه حفظ توي. ففي الحديث الصحيح حديث صحيحة لابد أن يكون كل رواة من كل الراوي كستو من رواة كاملة متصفا بضد التام إنه كسب زي هاي حفظ الحمد لله إنه كسب زي هاي حفظ لما يسرن. أما الحسن فلا مركا معناها شرد معنا فلا يشترط أن يكون تامود بدينه هذا شرد ما مركا حسن كل جو. مثال الحسن مركا ما أخرجه الإمام أحمد بمسند وكورنا قال حول حدثنا يحيى بن سعيد نوشيكي عن بهز بن حكيم كوري حديث أبي إيشيكي عن جدي أوغي سوو قال حول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام رسول الله مقال صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله ويلون هلاك أصنا هذا الذي كي يحدث شيكينا أوغو فيكذب بين شيء ليضحك القوم قوم سوء قزل سيش وويل له هلاك أصنا هذا. فهذا الحديث حديث كان سنده متصل وقد سلم من الشذوذ وكنمت قلي والعلة علن وكنمت قلي ولك رواة ثقة وله روح هذا رواة ثقات أي عدول وي تامو ضبدي ما عدا مرك لغريبه بهرز بن حكيم فعنه قد خفت ضبده حق حفدينتي ساهوس ولا مركا كون waxaa laga wadaa marka أحد رواده كمل أو حوا حسن كم جو ضبدي كجرا مركا أو خف ضبدي ولذلك فإن حديثه من قسم الحسن وقال مركا لما تعرف صحة الحديث أو حسن محكورا تعرف صحة الحديث بواحد من 3 أمور سدح علموت متكوت أياكو كسي سالو له كو الله يكون في
منصف التزام في صحة أصن أهين. إذا كان مصنف كيس دويهاي يعتمد قول كيس مثل عسكري هذا الكيسة في التصحيح كصحيح مسلم وبخاري. من بخاري مسلم سيدو كأيين قول كسبان عسكرينا حديث إنه يهاي صحيح أو. الثاني أي نص إنه عديه على صحته إنه صحيح يهاي إمام يعتمد قوله إمام هذا الكيس اللي معناها قادنا في التصحيح حاجة صحيحتانك والتضعيف حاجة ضعيفتانك ولم يكن أوصن هنا نفس الكيسة معروفا بالتساهل فيه من لو أقول إنه أحاديث مركز كلا سنة كالإمام أحمد بن حنبل. الثالث أن يجمع طرق الحديث إلا كل ميو وينظر لغفير اختلافها وماشي سوق خلافسيين والدرجات رواته دتك ورنا الدرجة دي إذا كان هديتها من المتحصين بهذا العلم فإذا تمت فيها شروط صحته حكم ولا حكمنا يا بصحة إنه صحيح حديث كتل حكمنا يا. أسئلة أذكر شيء الفرق كل من الصحيح والحسن والشذوذ والعلة متكستو محاشية فرقية ودحية. سؤال اللوات أذكر شروط الحديث الصحيحة ومثل له بمثال واحد شيء سنة تصالك به. مر بك حديث أكو في كتاب لا تدري مدة صحته وما السبيل إلى معرفتك وضدك قرنا سنة ما حيتهاي 10 كيني سدحات هل كاسونو جوجا وحاي نودمن قيبت اللبات إيه الحديث المرتودي كدينا وحاي نو بالله أدو إلهي نفتنو قسمه قيبا كلام ماشي أسكسي ودي دونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.